بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي، وحشتوني من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيب بمناسبه العام الجديد، يعود علينا ان شاء الله باذن الله كلنا بالخير. واللي ما حققش حاجه في 2022 يحققها ان شاء الله باذن الله في 2023. انا بشكر كل حبايبي اللي دايما كده يجاملوني ويعملوا لي تعليقات جميله جدا. ربنا يجازيهم خير يا رب، ودايما احنا مع بعض كويسين، ودايما نتكلم مع بعض كلام يشجعنا عشان نكبر مع بعض ان شاء الله بإذن الله. النهاردة يا حبايبي زي ما انتم شايفين هنعمل صينية جلاش. ده نص كيلو جلاش ومكسرات. المكسرات اللي عندك بقى يعني اللي موجودة: زبيب، جوز هند، مكسرات بندق ولوز مطحونين، سمنة، طبعا سمنة سايحة اهم حاجة. هنعمله بقى ايه؟ صوابع. هنعمل ايه بقى؟ سهل جدا وجميل جدا ان احنا نعمله صوابع زي بتاع المحلات بالظبط. هنعمل ايه؟ هنجيب ورقتين ونلفهم بكل بساطة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجلاش ده لازم يتلف بفوطة عشان ما ينشفش مننا اثناء العمايل، عشان يبقى دايما كده ايه، طري ويلف بكل سهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنجيب الفرشة، نمسح ايه الجلاش كده بالسمنة. بنمسح الورقة الاولى والورقة التانية عشان ايه؟ يبقى مورق كده معانا ويبقى ايه، كويس. لان الجلاش لما بتديله سمنة كويسة بيبقى عامل زي الفطيرة. نمسح الورقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السمنة بلدي عشان يبقى طعمه جميل كده نجيب ورقتين كده مع بعضيهم زي ما احنا شايفين. بشوية مكسرات نحطها في النص كده. طبعا اي نوع مكسرات انت بتحبيه يعني يتحط. دي مكسرات بقى بندق ولوز وكده من رمضان، والله فايد من عندي. نحط كده. دي يعني اسرع طريقة ممكن تعملي منها الجلاش صوابع، اسرع حاجة. اهم حاجة بس ايه؟ السمنة عشان يبقى مورق. بسم الله الرحمن الرحيم. رش بقى كده في الايه، في الصينية. هنحط في وسط في وسط الورقة كده نحط الحشوة انتوا شايفين. وروح تانيين الورقة كده اللي احنا دهنينها سمنة، ونروح برضو ايه دهنين كده. هو دي اسرع طريقة ممكن تعملي منها الجلاش الصوابع، اسرع حاجة. اهم حاجة بس ايه؟ السمنة تكون كويسة
عشان طعم الجلاش يبقى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بنلف كده. اقطع. كل بقى لفة الجلاش هتعمليها بنفس المواصفات دي. كل ورقتين تعمليها ايه لور وتلفيها. بقى الحشوة طبعا ممكن تعملي كاستر بقى وتعملي مهلبية، تعملي اي حاجة، اي حشوة للجلاش. احنا اديناكي الطريقة وانت بقى ايه بدعي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حضرتكم شفتوا الجلاش عملناه صوابع زي ما انتم شايفين اهو. وهندهن طبعا سمنه بقى عشان يبقى وشه احمر كده وجميل. ندخله بقى الفرن على درجه حراره متوسطه، وبعد كده نسقيه بالشربات. اما يطلع من الفرن ان شاء الله نوريه. دلوقتي يا حبايبي صينيه الجلاش طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين اهي. طلع صوابع بس كده نوريه اهو. بص التسويه بتاعتها جميله، والحشو بصوا عامل ازاي. ارجو يكون الفيديو عجبكم وتجربوها ان شاء الله باذن الله. ومش عاوزه بقى غير ورد زي ما انا ببعت لكم ورد كده، بقى ابعتولي ورد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.